السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو ان شاء الله غيكون خاص بهاد الطرطه اللي كتشوفوا معايا، مزيونه وبسيطه. غنشوف معكم هنايا المراحل ديالها من الاول، يعني الكيكه، الكريمات، التزيين، كل شيء من الاول حتى الاخر. فيديو رائع وفيه بزاف ديال النصائح ان شاء الله تفيدكم. الشكل ديال الطرطه من داخل هو هذا. شوفوا معايا القوام ديال الكيكه كيفاش عامل، غادي نوريكم الطريقه ديالها، والكريمات كيفاش عدلتهم. واحد الكريمه رائعه، كريمه وحده هي اللي عملتها من داخل وعملتها من برا، كريمه اللي غادي تعشقوها وما غتستغناوش عليها في الحشوات وفي تغليف الكيك ديالكم. المهم ما نطولش بزاف الهضره وندوزو اول حاجه المرحله الاولى، الكيك. طبعا الكيك هنا غادي يكون كل طبقه بوحديتها. فضلت نخدم بهذه الطريقه، ولكن تقدروا تخدموا بكيكه في مول واحد وتقسموها، ولكن هذه الطريقه مزيونه. المول ديال 16 سنتيم، عندي هنا 3 الحبات ديال البيض، فصلت الاصفر على الابيض وعملت لهم 3 كاس كبير او كوب الا ربع ديال السكر. غنعمل شويه على ديك اصفر البيض وشويه على ابيض البيض. وعندي هنايا واحد ثلث كاس ديال الحليب، عملت فيه 3 المغارف كبار ديال العصير ديال الليمون الحامض، وغادي نخليه على جنب. الليمون كيساعد في انتفاخ الكيك والهشاشه، وكذلك حتى اللون كيفتح لنا اللون ديال الكيك. السكر بحال اللي شفتوا هنا، ابيض البيض مجرد ما كيبدا يعمل الرغوه غادي نبدا نضيف ديك الكميه السكر على 2 ولا 3 المراحل. الفانيليا غنعمل شويه على ابيض البيض وشويه على اصفر البيض. غادي نخلط اصفر البيض هو السكر مزيان هنايا تيرجع اللون ديالو مفاتح. نصيحه بالنسبه للكيك، السكر خصو يكون حبيبات ناعمه باش دريا كيدوب لكم في البيض. ضروري السكر في الكيك يدوب، فعلى ديك الشيء الحبه اللي كتكون غليظه ما كتبغيش يدوب وكيجي في الكيك ماشي مزيانه. هنا بحال اللي كتشوفوا معايا طلعت ديك ابيض البيض كيرجع بحال هكذا، ديك اصفر البيض مع السكر خدمتهم مزيان حتى رجعوا بهذا القوام. غنضيف هنايا نص كاس ديال زيت المائده وغادي نخلط بهذا الشكل هذا. السكر الا عندكم الحبات غلاطين وما بغاش يذوب، عملوا على حمام مريم غير واحد شويه، عاونوا بالتحريك تشوفوا ديك السكر داب، ديك الساعه حيدوه وكملوا المكونات ديالكم كامله. هنا ضفت ديك الحليب اللي كان فيه الليمون الحامض، وغادي نبدا نضيف هنايا الدقيق والخميره. الدقيق عندي هنايا كوب، الاكواب المعياريه كوب ونصف. غنضيف الكوب الاولاني غادي نغربلو فوق الخليط، نصف كوب غادي نضيف عليه هنايا الخميره ديال 8 اولا ديال 10 غرام اللي بغيتو. انا كنمشي نخدم غير بعيني ميزاني بالنسبه للخميره، ولكن الخميره ديال 8 غرام كافيه. غنغربلها فوق الخليط هنا ديال اصفر البيض، وغادي نخلط مزيان غير يدخل الدقيق في الخليط، يعني ماشي ضروري نبقاو نخدموا بزاف، غير مجرد ما يختفي في وسط الخليط صافي. هنا غادي نبدا نضيف ابيض البيض، غنضيف واحد الكميه الاولانيه وغادي ندخلها في الخليط باش يتفك شويه غير هكذا من فوق لتحت، بلا ما انا هنا مسرعه الفيديو، نتوما غير بشويه معاه حتى كيندمج في وسط الخليط صافي. هنايا وبدا كيتطلق الخليط، غادي نضيف كذلك الباقي من ابيض البيض شويه بشويه، ندخلو في الخليط من فوق لتحت من فوق باش ما كنهبطوش الهواء. هذاك الهواء ابيض البيض هو اللي كيعطينا القوام الهشيج ديال الكيكه. هاد الكيكه هذه رائعه تخدموا بها الكيك ديالكم، الطرطه ديال اعياد الميلاد رائعه في القوام ديالها، كتستحمل الوزن الا كانت الزينه وداك الشيء، وحتى في القوام ديالها رطيبه بزاف. غادي تجربوها وغادي تعرفوني علاش كنهضر. غنكمل الكميه بهذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا. ندخل ابيض البيض مع الخليط كيكون باين ملي كتكون فيه الهواء، كيكون باين. الا شفتوها طح راه كتعرفوا راه ما غتنجح لكمش. عندي هنايا التوت بلوبيري او التوت الازرق، المهم اختياري، تقدروا تعملوا توت راسبيري اللي بغيتو. انا خدمت بهذا اللون ديالو كيعجبني في الكيك، كيعطي اللون موف، فانا عليها خدمت به. دخلته في الخليط وجبت هنايا القوالب هادو فيهم 16 ديال السنتيم القطر ديالهم. جبت ورق الزبده عملته نتاحيت بلا ما ترشوا الجوانب، انا رشيتهم ولكن بلا ما ترشوهم باش الكيكه ما كتهربش من النص وكتطلع مقببه باش تجيكم متساويه. بلا ما ترشوهم، غير ديك ورق الزبده باش لصقتو وصافي. غادي نقسم الخليط هنايا على 3 ديال الصواني بحال اللي قلت لكم. الا بغيتوا 4 ديال الطبقات غادي تعملوا 4 ديال الصواني، غتزيدوا بيضه وتزيدوا العبار ديالكم. غادي نحاول نعمل مقد بعضهم، تقدروا توزنوهم باش يجوكم عبار واحد، ما تجيش وحده عاليه وحده هابطه، اولا غير بعينكم بحال انا هنا غير بعيني صافي جبتهم قد بعطيتهم. الفران عندي يسخن على 170 درجه، غادي ندخلهم من الفران يطيبوا الضريه كيطيبوا. الميزه هاد الكيك اللي كتخدموا كل طبقه في صينيه، راه الميزه ديالها حتى في الوقت الطياب عندي هنا ثلث ساعه كيكونوا طايبين دغيا كيطيبوا صافي. خليتهم غير بردوا واحد شويه وغادي نحيدهم من المول. هنايا نحيد غير الجوانب لان عندي ورق الطهي من تحت ورق الزبده. غنجيب هاد الشبكه هذه ما تكونش ملاصقه اولا شي منديل، المهم ما يكونش ملاصقه لسطح العمل باش ما تعرقش. شوفوا معايا الكيكه كيفاش جات، لا في الشكل لا في التحميره ديالها لا في العلو ديال الطبقه،
مي كتعمل طبقات كل وحده في مول حتى في العلو ديالهم كيجيو احسن من كيكه وحده. يعني كيكه 3 ديال البيضات ما كانتش تعطيك 3 طبقات بهذا السمك هذا. ها هما دغيا كيزولوا. شوفوا التحميره كاملين اللون ذهبي. نحيدوا ورق الزبده بكل سهوله وشوفوا معايا هذا الكيك كيفاش عامل رائع. صافي هنايا وجدنا المرحله الاولى ديال هاد الطرطه. هذه وجدتها نهار قبل. دائما الكيك بالنسبه للطرطات ما يوجدش في نفس النهار، نهار يومين قبل حتى 3 ايام لوه في بلاستيك وعملوه في الثلاجه افضل. خلصنا الكيكه ديالنا ندوزو المرحله اللي ماجا. غادي نوجد هنايا البيوري ديال هاد البلوبيري. فعندي هنا كميه دي 110 غرام او 120 غرام في ديك العلبه. غنعمل عليها ملعقه كبيره ديال الليمون الحامض، وعندي هنا السكر اختياري 2 معالق حتى 3 كيف ما بغيتو. صافي غنعملو على النار بهذا الشكل دغيا كيطيب، وغادي نبدا نحركو شويه. اذا بغيتو تزيدوا واحد 4 كاس ديال الماء زيدوه معاه يعاونكم. صافي ها هو تقدروا تخليوه بهذا الشكل هذا وتخدموا به الطرطه ديالكم اولا الكريمات ديالكم، اولا تعملوا بحال اللي عملت انا هنا. غادي نطحن هذا البيوري هذه، ولكن قبل داك الشيء غادي نجيب ملعقه كبيره ديال المايزينا وواحد نص كاس ديال الماء. غادي ندوب ديك المايزينا في الماء وغادي نضيفها ليها باش كتعقد لنا هذه الحشوه هذه، خصوصا الا كنا غادي نعملوها حشوه داخل الكيك باش ما تجراش تبقى متماسكه. كنعملوا لها النشا باش كتعقد وكتوقف بحال الكريمات وكتجي في المنظر ديالها مزيونه. وبالنسبه للبيوري انا طحنتها واختياري، تقدروا ما تطحنوهاش تخليوها الا بغيتوا يبقى لكم قطع ديال هذاك البلوبيري بلا ما تطحنوها. انا هنا غادي نطحنها وغادي نصفيها باش تجي لي ديك البيوري صافيه ما فيهاش ديك الزريعه ولا الحبيبات ولا القشور ولا حتى شي حاجه. صافي غنجيب ديك المايزينا والماء غادي نضيفهم عليها وغادي نرد النار تعقد. بحال قلت لكم الا بغيتو ما تطحنوهاش عملوا غير الماء والمايزينا وردوهم على الخليط ديال ديك البلوبيري وردوا على النار كيجيكم بديك الحبيبات. الا بغيتوهم يجيو الحبات صحاحين في الكريمه ديالكم. صافي ها هو هنايا غادي نعمل على النار وغادي نبقى مقابلها بالتحريك. طبعا ما تحيدوش يدكم عليها باش ما تلصقش. المايزينا كتنزل في القاع وكتلصق تغير لكم الطعم ديالو نهائيا. هادو نصائح بسيطه ولكن كتفرق في الطعم. ها هي هنايا شوفوا القوام وهذا وباقي ما غتبرد غتزيد تماسك. غنعملها في شي علبه هنا. صافي ها حنا وجدنا المرحله اخرى. كنمشيو دائما مراحل. هادو كاملين يقدروا هادو اللي كنعمل معكم دابا يقدروا يكونوا مراحل تحضيريه بنهار قبل بيومين قبل ماشي مشكل. كنغطيها ببلاستيك غذائي وندخلها للثلاجه. غادي نوضف في نفس الوقت. غادي نوجد هنايا الكريمه اللي غادي نخدم بها. حتى هذه تقدروا توجدوها وضروري ان توجدوها بنهار قبل ضروري لان خصها تبرد. غادي نجيب هنايا الشوكولات. غادي نكتب لكم المقادير كامله في صندوق الوصف. وغادي نعمل عليه الكريمه السائله. قطعت حبيبات صغيره. غادي نجيب الكريمه السائله وغادي نسخنها على النار وغادي نكب على هذا الشوكولات. غنحركو غير هكذا وغادي نغطيه واحد شويه وغادي نخليه يدخل في هذيك السخانه وغادي نبدا نحركو. غير هذيك السخانه الكريمه غادي تذوب لنا هذاك الشوكولات. ضروري تقطعوا قطع صغيره باش يذوب لكم دغيا. واذا شفتوا ما بغاش يذوب لكم بقاو لكم شي حبيبات ديوها على النار مهيله وبالحق ما توقفوش التحريك فوق النار حتى تشوفوا داب بحال هذا الشكل هذا. كذلك غادي نعملوا في واحد الاناء يدخل الثلاجه. غنغطيه بالبلاستيك هنايا بلاستيك غذائي وغادي ندخلو الثلاجه ليله كامله 4 ساعات 6 ساعات. المهم خصو يبرد نهائيا باش نخدموا الكريمه ديالنا اللي غادي نحشو بها هاد الكيكه. هاد الكريمه هذه من اروع الكريمات اللي تحشو بهم الطرطات ديالكم. خفافين في الماكله ولذاذين ومزيانين في الخدمه ماشي معذبين في الخدمه. غنجيب هنايا الجبن ريكوتا او الجبن كريمي. تقدروا تستعملوا كيري حتى هو كيجي رائع. هنا الكميه ديال الكريمه قد الجبن قد الشوكولات قد الكريمه، ولكن انا شويه هنايا الجبن ناقص. انا عملت 250 غرام شوكولات و250 غرام الكريمه والجبن عملت غير 180 غرام. تقدروا تعملوا غير 180 اولا تعملوا نفس العبار ديالهم. المهم بغيتوا تحفظوا العبار كلهم عبار واحد 250 غرام 250 غرام 250 غرام كيكفاو هاد الطرطه هذه بهذا الحجم هذا. اول حاجه مونطيت ديك الجبن مونطيته مزيان باش تخدم ومن بعد جبت ديك الشوكولات بعد ما قلت لكم كان بارد عملته في الروبو ولا بالخلاط اليدوي وغادي نخلطو سرعه متوسطه ماشي عاليه وماشي حانيه سرعه متوسطه. انا هنا غير مسرعه الفيديو. بعد ما كتشوفوهم صافي الكريمه بدات كتعقد غادي نضيفوا ديك الجبن اللي حنا ديجا خدمناه غادي نضيفوا كامل. هنايا الحلاوه ديال الكريمه والحلاوه ديال الشوكولاته. انا حيت الكريمه اللي استعملتها حلوه فهذاك الجبن
فيه ديك السعاد الملوحه شويه، كيعادل لنا الطعم وكيترجع الكريمه الطعم ديالها مزيون. صراحه هذه من اروع الكريمات اللي ننصحكم تجربوها. صافي بعد ما تمنطات لي الكريمه ديالي ها هي، وكتجي في اللون ديالها ابيض، يعني حتى ملي تجيو تبغيو تلونوها تشبر لكم. شوفوا اللون ديالها، حتى الا بغيتو تلونوها غادي تشبر لكم اللون، غيجيكم الالوان مزيونين. الكريمه ديالنا واجده، البيوري واجده، الكيك واجد. غندوزو دابا للمونتاج. المونتاج بالنسبه للمبتدئات وبغات تخدم وتجيها الخدمه نقيه، تستعمل هذا القالب اولا غير هذا البلاستيك هذا تستعملوا. المونتاج ديالها كيعاون باش المونتاج يجيك مزيون ونقي. الكيك ها هو كان عندي في الثلاجه ملوي في بلاستيك غذائي. غادي نبداو هنايا الطبقه الاولى، غادي نعمل الكيكه، ومن بعد غادي نجيب السيرو. هنا عندي غير الماء والسكر، ونستمتوا بالفانيليا، استعملوا اللي بغيتو. غادي نرج ديك الكيكه مزيان، وغادي نجيب الكريمه بعد ما وضعتها في البوش، وغادي نعمل الحواف بهذا الشكل، وغادي نعمل شويه من هذيك البيري اللي انا عدلتها، انا عامله طبقه رقيقه، وغادي نوزعها بهذا الشكل هذا. وغادي نجيب غادي نغطيها بطبقه ديال الكريمه. انا هنا طبقه الكريمه ما عملتهاش غليظه بزاف. بالنسبه للغلط او السمك ديال طبقه الكريمه كيبقى لكم اختياري. بالنسبه لهذا العبار هذا انا هي هذيك جات هذه الكريمه هي هذيك بين الحشوه والتغليف جا هو هذاك العبار. الحشوه رقيقه ماشي عاليه بزاف. غادي نساوي هذاك الكريمه بحال اللي كتشوفوا معايا. هذاك السيركل كيعاون بزاف انك تتحكم في السمك ديال الكريمه ديالك، وان ما تخرجلكش جهه تجيك خارجه بزاف وجهه تجي عاليه، فهذا كيساعدك انك تتحكم في الكيكه ديالك. نجيب الطبقه الثانيه ديال الكيك، غنحاول نزول غير هاد الوجه شويه. تقدروا تخليوها، ولكن الا كانت الكيكه محمره بزاف من الافضل حيدوا اللي تحمرت لكم بزاف، نسيتوها شويه وتحمرت، حيدوا هذيك القشره. ومن بعد غنعمل الطبقه ديالي ديال الكيك، نزير عليها هذيك السيركل ونسقيها كذلك هنايا بديك السيرو. ضروري نسقيو اللي كتعجبو الكيكه تجي رطيبه، ضروري خصو يسقيها. وغنجيب هنايا، انا الفيديو تقطع ليا البنات، ولكن هنا جبت واحد الكميه د الكريمه وخلطتها بالباقي ديال هذيك البيري اللي كانت باقا، باش عطاتني هذا اللون موف مزيون، والطعم ديالها جا كيحمق. فباش تعطيني ديك اللون موف انا ما استعملت لا ملون غذائي ولا والو، اللون غير ديال ديك البلوبيري، اللون ديالو عجيب الصراحه في الكيك، يعطي لون رائع. ها هي وزعت ديك طبقه الكريمه، وغادي نجيب هنا الطبقه الاخيره، فسقيتها من جهه اخرى وقلبتها. القاع ديال الكيكه هو اللي خصو يجي من فوقي حيت كيكون متساوي، باش ملي تجيو تغلفوها تجيكم الكيكه متساويه. هنايا الكيكه مونطيتا صافي. المرحله اللي ما جا هنا ما غنعملوا والو، الكيكه غادي ندخلها للمجمد او للثلاجه. من الافضل المجمد اللي بغات تخدم على راحتها وتجيها الخدمه نقيه. انا ملتها غير في الثلاجه، ولكن انا ننصح اي وحده ان تدخلها للمجمد. الكريمه هنايا غادي نحتفظ بها، باقا غادي نغلف بها، وهاد الطرطه بحال اللي قلت لكم غادي ندخلها للمجمد حتى تبرد باش نغلفوها. ضروري تكون في المجمد البنات. انا عملتها غير في الثلاجه لان ماشي بزاف وخدمت بها، ولكن نتوما عملوها في المجمد. ها هي هنايا بعد ما كنخرجوها من الثلاجه كنحيدوا هذاك البلاستيك، ها هو صافي. غادي نساوي هذوك بحال اللي كتشوفوا الكريمه ماشي يابسه لان انا ما دخلتش المجمد. فالكريمه باقا خفيفه زعما حيت كانت غير في الثلاجه. صافي غادي ندورها بهذا الشكل، نعاود هذوك الحواف، وغادي ندوزو هنايا باش نغلفوها بالكريمه. غنعمل هاد الطبقه هذه ديال الكريمه من فوقي، غنساويها وغادي ندوز معاها نغلف الجوانب. غنجيب هنايا انا كنخدم هذا السيركل هذا كنلوي عليه الورق ديال السلوفان، وكنعملو هذا السيركل كيكون دائما زايد على الكيكه بسنتيم، القطر ديالو زايد على الكيكه بسنتيم، باش كيبقى لنا ديك الخوا اللي بينه وبين الكيكه هو اللي كيجي يتعمر بالكريمه اللي غادي نغلفو بها. ومن بعد كنقلب الكيكه كنرجعو لتحت، ومن بعد هو اللي غادي يكون الوجه الكيكه. ملي كنقلبو باش ضغط الكيكه كيساوي لنا هذاك السطح، وملي غادي تقلبو غادي تجبروا الكيكه ديالكم متساويه. هنايا فيديو تقطع ليه ما تصورش. غلفت لهنايا الكريمه من الجوانب وغلفتها من فوقي، وغادي نجيب كذلك السيركل اخر بعد ما غادي نساوي شويه هنايا بهذا السباتيول، وغادي نجيب السيركل اخر غيكون تا مغطي بالبلاستيك ديال السلوفان، وغادي نضغط عليه هنايا كذلك نعوطوه يجيو الزيادات اللي خارجين برا قد، وغادي نبدا نغلف الكريمه بحال اللي كتشوفوا معايا من تحت لفوق بحال هذا الشكل، بحال
بحال اللي كنعمروا الفراغات بين السيركل اللي فوقي والسيركل اللي تحت، من فوق لتحت بهذا الشكل هذا. وكنجيبوا ديك الساعه ملي كنعمروا الفراغات كاملين كنجيبوا السباتول وكنبقاو ندوروا معاها. احسن طريقه باش تمونطي او اسهل طريقه خصوصا المبتدئات باش تمونطي كيكه بحواف متساويه ما فيها حتى حاجه عوجه هي هاد الطريقه هذه، كتعطيك تغليف متساوي للكيكه. السيركل ماشي ضروري انه تشريوه هادو، تقدروا تقطعوا اي قطعه ديال الكرتونه وتلويوها بالسلوفان وتخدموا بها، غير يكون القطر ديالها زايد على القطر ديال الكيكه. صافي هنا بعد ما كنغلفوها نغلفوا الطبقه الاولى ودخلوها للثلاجه ولا المجمد واحد 10 دقائق ورجعوا خرجوها وعاودوا لها الكوش الثانيه. المهم حتى تشوفوا الكيكه ديالكم تغطات مزيان. هنايا بعد ما تلجت الكيكه انا غطيتها كفايه، غادي نزيدها هنايا كوش اخرى بحال اللي كتشوفوا. مع كتكون الطرطه بارده فدغيا الكوش كتشبر فوق منها وكتليسا فوق منها بكل سهوله. بنفس الطريقه غادي ندهن الكريمه وغادي ندوز معاها بهذاك بالليساج هنايا باش نساويها وتجي مالسه الكيكه ومعوطه. اي فراغات يبانوا لكم حفيرات هيدا ولا شي حاجه كتعاودوا تعمروا الكيكه ودوزوا بالسكرابر كدوزوا معاها باش كتساويوها. كتبقاو بهذه الطريقه هذه حتى كتساليو. هنايا في هذه المرحله عاوتاني غادي ندخلوا الكيكه المجمد حتى تقصح. هذاك نحيدوا هذاك السيركل. بالنسبه باش تزولوا ديك السيركل البنات انا معليش انا تقطع لي الفيديو، ولكن السيركل كتحيدوا كتخليو ديك السلوفان كتحيدوا غير السيركل، عاد كتزولوا ديك السلوفان بحال اللي كتقشروه. يعني في الاول زولوا السيركل ولا السلوفان، عادك حيدوا السلوفان بوحديته. ديك الساعه بالسباتول ولا كاين شي فراغات ولا شي حاجه كنساويوها غير بالسباتول، كنعوطوا الحواف. وهنا بعد ما ساليتها غادي نجيب شويه من هذيك الكريمه اللي بقات لي لونتها باللون هذا موف، وغادي نعمل غير هكذا بهذه الطريقه هذه في بعض الاماكن. وغادي نجيب ديك السكرابر وغادي ندور معاها باش تعطيني هذاك الشكل بحال اللي كتشوفوا معايا هنايا، ديك الموف داخل في البيض. وصافي هنايا البنات التزيين بحال قلت لكم بسيط. غادي نعملوا هاد الطرطه عملت عيد الميلاد ديالي، وهاد الوريدات هادو البنات ما عملت لكمش في الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل، ولكن انا نزلت فيديو ديالهم قبل من هكذا كيتعملوا بورق ديال الرز. الطريقه ديالهم سهله بزاف، تقدروا تعملوهم بزاف ديال الافكار ديال التزيين ديال الطرطات. وهذه هي النتيجه ديالنا هاد اليوم. الطرطه اللي عدلتها بحال اللي كتشوفوا سهله بسيطه ما فيهاش شي تعقيدات في التزيين، والحشوه سهله، كريمه وحده عملنا بها داخل وبرا. المهم انا غير زربت على راسي بطرطه، المهم زعما ما عملتش حاجه. ولادي اللي بقاو لاصقين نعملوا الحفله فقلت نعمل لهم خاطرهم. هي هذيك انا شحال ما عملت الطرطه فقلت نعمل لهم خاطرهم. واللحظه المزيونه هي ملي تقطع الطرطه وتجبر هذا الشكل هذا من داخل، هاد الالوان صراحه رائعه. جات مزيونه خفيفه بحال اللي قلت لكم الكريمه مزيونه خفيفه، والطعم ديالها مع ديك الفواكه كتجي مزيونه. ما بقى لي غنقول لكم شكرا لكم على المشاهده. الى